القصه ديالنا كتبدا مع مجموعه ديال الناس كانوا في رحله وسط البحر، وسط هاد المجموعه كاين واحد السيد سميتو شانغ هونغ وبنته هوانغ. وهاد النهار صادف عيد ميلاد بنته هوانغ، وباها فاجأها بواحد الهديه، والهديه عباره عن لاسلكي صغير، والبنت باينه على وجهها ما عجبهاش الكادو ديال باباها، واصلا حتى هاد الرحله ما مرتاحاش ليها. وهما كيطلوا من السفينه وكيتمتعوا بالاجواء ديال البحر، بان ليهم واحد السرب ديال الدلافين جايين بسرعه، وباينه عليهم باللي خايفين من شي حاجه تابعاهم. وفي ديك الساعات هوانغ كتقرا في كتاب على الافاعي، ومكتوب فيه باللي الافاعي الصغار ملي كيفقسوا من البيضه وما كيلقاوش ماماهم حداهم كيتعلقوا باي حاجه كيلقاوها قدامهم. وواحد اللحظه شي مخلوق ضخم هجم على السفينه اللي هما فيها وتقلبات بهم والناس اللي كانوا فيها لاحهم بالمواج في الشاطئ ديال واحد الجزيره قريبه. شان هونغ بدا كيقلب على بنته واتصل بها في اللاسلكي اللي عطاها. شاف بين الناس لقاها وموراها واحد الثعبان عملاق هجم على الناس واللي كيوصل ليه كيبلعو. شان حاول ينقذ بنته ولكن الثعبان كان سريع وسرطها حتى هي. وموراها شانغ هونغ بقى كيبكي ومصدوم، وبقى فيه الحال اللي ما قدرش يوصل لبنته ويعتقها. والثعبان موراها مشى ودخل وسط الغابه، وموراها سمع في الجهاز اللي كان معاه باللي بنته مازال عايشه. وملي قال لهم باللي الناس اللي كلاهم الثعبان مازال عايشين، قرروا انهم يدخلوا للغابه يقلبوا عليهم. وكان بيناتهم واحد باينه فيه مدوز العصابات سميتو جيوشي. وواحد المجموعه بقاو حدا البحر كانوا رافضين الفكره يدخلوا للغابه. وواحد اللحظه كيخرج واحد اللسان طويل من الغابه كيشبه لشي لسان ديال الحرباء، جر واحد منهم وسط الغابه. ومن جهه واحده اخرى الثعبان كان وصل للمكان اللي كيعيش فيه، وخرج هذوك الناس اللي فكرشو كاملين وخلاهم ومشى باش يقلب على فرائس جداد. وكانوا بيناتهم شي وحدين مازالين عايشين، ومن بيناتهم هوانغ البنت الصغيره. القبطان اللي معاهم بقى كيكتشف البلاصه باش يشوف شي بلاصه يخرجوا منها، والبلاصه مع الاسف كانت غارقه بزاف. والمصيبه الكحله هي ملي لقاو البيض ديال الثعبان تما، وعرفوا باللي غادي يكونوا اول وجبه لهاد الافاعي الصغار. وواحد الفاهم معاهم جاتو الفكره يهرس البيض قبل ما يفقس، وهكا زعما الثعابين اللي وسط البيض غادي يموتوا. ولكن غير ضرب البيضه الاولى خرج منها واحد الثعبان وبداو كيجريو ويتخباو. وواحد السيده كانت معاهم مضروبه رجليها وما قدرش تتبعهم. الثعبان الصغير قصدها وكانت اول وجبه غادي ياكلها. ونرجعوا للمجموعه اللي دخلوا للغابه يقلبوا على المفقودين. كانوا دوزوا وقت طويل وسط الغابه، هيو قطعوا طرف من واحد الشجره وخرج منه شي حاجه بحال الزيت كحله. وواحد منهم جبد وقيده وشعل بها كارو ورماها في الارض، والعافيه شدات بالزربه في هذاك الزيت اللي خرج من الشجره. وعرفوا باللي هذا الزيت كيشعل العافيه. وديك الساعه هانغ مسكين بدا كيدخل ويخرج في الهضره، وكيشوف باللي اللي دايرين به كيضحكوا عليه وكيقولوا له باللي بنتك صافي مشات عند الله وما عمرك غادي تولي تلقاها. وشويه كيبان الثعبان وتلوالو على عنقه، وجاو اللي معاه كيفيقوا فيه، والجذور ديال الشجر بداو كيدوروا عليهم بالزربه. وفلتوا من هاد المصيبه من غير واحد فيهم ما قدرش يهرب. ونرجعوا للحفره اللي فيها البيض ديال الثعبان. واحد السيد معاهم قدر انه يسالي مع هذاك الثعبان اللي خرج من البيضه، وجا عنده واحد كيغوت وكيطلب منه يخرجوا من هنا، وقال له غادي نعطيك اللي بغيتي. ورد عليه وقال له شنو غادي ندير بالفلوس هنا. وقلبوها بنيه بيناتهم، وسمعوا وحده معاهم سميتها سوتشي كتاكد ليهم باللي غادي يخرجوا من هنا. وواحد السيد بدا كيشوف فيها وما عرفش منين جابتها الثقه في النفس. والمجموعه اللي كتقلب في الغابه هيو كيقطع على الرجال اللي معاه العواد باش يدافعوا بهم على راسه. وواحد شويه واحد منهم مشى للواد باش يشرب، وشويه بدا كيبان الضباب وكيغطي الدنيا كامله. وواحد شويه كيشوف هيكل عظمي لشي حيوان وعرف باللي القضيه غير ما كتقواد. ونقزات واحد الحوته من لما مفترسه عضاتو من وجهه وصافي بالزربه سالات معاه. وموراها خرج واحد السرب كبير ديال الاسماك من الماء كيهجم على المجموعه اللي كانوا تما. والرجال كيحاولوا يضربوا الاسماك بالعصا اللي معاهم ولكن والو ما نفعاتش. وبداو الاسماك كيشلطوا لك في بنادم حتى لواحد اللحظه ما بقاتش الضبابه والاسماك بدات كطيح غير بوحدها. وواحد فيهم كيشوف سائل غريب كيتقطر عليه من الفوق. ملي يهز راسو يشوف شنو الفوق لقى دوده كبيره لاصقه في الشجره، وما داش بزاف ديال الوقت كيخرج واحد اللسان ديال الضفدع وكيجرها لعنده. وواحد شويه كيبان هذاك الضفدع من بين الاشجار وبدا كيجري موراه، وقدر يشد واحد فيهم. ملي رجعوا باش يعتقوه واحد منهم حاول يقطع اللسان ديال الضفدع ولكن خرجت منه واحد الماده خطيره كتحرق وحرقاته من وجهه. وهي رمى واحد العود بحال السهم على العين ديال الضفدع وتما عاد طلق من الراجل. ولكن الضفدع عاد ما زاد يجعل وبدا تابعهم باش ينتقم. وفي واحد اللحظه الثعبان العملاق غادي يهجم على الضفدع وغادي ياكلو، ورجع ليهم حتى هما بغى ياكلهم. ومشى عند واحد الجوج منهم بغى ياكلهم هما الاول، وواحد منهم بدا كيلاهيه باش ما يوصلش ليهم. وفعلا غادي ينجح. وتما الثعبان رجع كيجري موراهم كاملين، وشاف هذاك السيد اللي وجهه تشوه وقصدو باش ياكلو، بقى كيترجى فيه مسكين باش ما ياكلوش. ولكن هاد الوحش ما كيعرف غير صرف. الثعبان غير سالا منه ورجع عند الاخرين باش ياكلهم، وهما غير شافوا واحد البحيره قدامهم وتلاحوا فيها. ملي وصل عندهم الثعبان ما قدرش يشوفهم حيت هو
كيشوف غير الحراره ديال الجسم، وموراها خلاهم ومشى. ونرجعوا عند المجموعه اللي كاينين وسط العش ديال الثعبان. ملي سمعوه قرب للحفره جاتهم فكره، يعملوا راسهم ميتين. ملي دخل الثعبان جبد الناس اللي كانوا في كرشو، وملي شاف باللي واحد من هذوك البيضات تفقص وميت تعصب وخرج باش يقلب شكون اللي قتل ولده. وفي ديك الساعه البيض بدا كيفقص، والثعابين الصغيره بدات كتخرج، والناس كلهم هربوا خلاو البنت الصغيره بوحدها. وواحد الثعبان صغير قرب منها، وتما البنت فكرات شنو قرات في هذاك الكتاب، باللي الثعابين ملي اول مره كتخرج من البيضه كتعلق باي مخلوق كتلقاه حداها. والبنت تحكمات في راسها وحاولت تروض الثعبان الصغير، وفعلا في الاخير قدرت انها تتحكم فيه. والبنت عرفاتو على خالتها، ولكن غير شاف الناس الاخرين ومشى يهجم عليهم. ولقاو واحد الغصن ديال الشجره طالع من الحفره وكانوا باغيين يهربوا منه. وواحد فيهم ملي وصل للراس دفعهم برجلو وطيحهم باش يهرب هو بوحدو. ونرجعوا عند المجموعه اللي هاربين وسط الغابه، لقاو واحد المختبر قديم. وملي بقاو كيكتشفوا فيه عرفوا باللي هاد الجزيره كانوا كيديروا فيها اختبارات، وهاد المخلوقات اللي كاينه هنا لعبوا ليهم في الجينات. وحتى العلماء اللي كانوا كيشرفوا على التجارب الشغل كبر عليهم، والحيوانات اللي كانوا كيديروا التجارب عليهم كبر الحجم ديالهم بشكل جنوني. وغادي يتقلبوا على هذوك العلماء وكلاوهم. وتما هيو غادي يقول لهم باللي كان خدام في مجموعه خاصه ديال الانقاذ، وكيعرف يخدم الجهاز اللي كيطلبوا منه المساعده. وبدا كيحاول يرسل اشاره لفريق الانقاذ، والمجموعه بداو كيحسوا بشويه الامل اللي غادي يقدروا يخرجوا منها. وشويه كيدخل عليهم السيد اللي هرب من العش ديال الثعبان، وقال لهم باللي هو الوحيد اللي يقدر ينجو من التعابين اللي تما، وباللي الناس اللي كانوا معاه كلهم ماتوا. وتما هانك شداتو الصدمه وبدا كيغوت وكيبكي على بنته. وباللي الهيو بدا كيهضر معاه وقال له باللي حاس بداك الشيء اللي حاس به، حيت حتى هو داز من نفس التجربه هذه واحد 5 سنين ملي بنته ومراته ماتوا بسبب العافيه اللي شعلت في الدار. ومن ديك الساعات هو كيلوم في راسو، حيت كيقول باللي كون زرب ووصل للدار ما كانش غادي يموت. وقال له باللي من اليوم خاصك تعلم تسامح راسك. وفي الصباح ديال النهار الثاني سمعوا الصوت ديال طياره الهليكوبتر، وخرجوا كيجريو بالزربه ما قداهم فرحه. وديك الساعه هانك غادي يعرف باللي بنته مازال عايشه وكتهضر معاه في الجهاز ديال لاسلكي، واخا الصوت ديالها ما كانش واضح بزاف حيت الريزو كان قليل. وتما واحد الشيباني قال لهداك اللي هرب من العش باللي انت راه كذاب، حيت قلتي لينا الناس اللي كانوا معاك كلهم ماتوا. وملي شاف راسو تفضح شدها بجريه وبانت له هذيك الهليكوبتر وبدا كيشير ليها. وفي ديك اللحظه الثعبان غادي يبان وطار على هذيك الطياره وصرتها. والشيباني قدر يشد هذاك الكذاب اللي هرب، وهذا الكذاب ضرب الشيباني وقتلو. وديك الساعات هانك كان كيحاول يقلب على بنته وكيتبع الاصوات اللي دايره. تعابين صغيره كانت كتحاول تهجم عليهم، وواحد من هذوك التعابين الصغيره كيحاول يدافع عليهم حيت كان كيعتقد باللي البنت الصغيره هي امه. وهانك قدر يوصل للفم ديال الحفره ديال الثعبان وبغى ينقذ بنته. بدا كيمد ليها واحد الغصن ديال الاشجار، ملي هز عينو لقى الثعبان الكبير واقف حداه وتما هجم عليهم. ديك الساعات هيو غادي يبان وضرب الثعبان في عينه، ولقى واحد الجدر ديال الشجره كبير بزاف مربوط بجذور الاشجار، وبدا كيحاول يقطع الجذور باش تطيح على الثعبان. وتما الثعبان صافي كان قريب يوصل لعنده، وجا الدري اللي كان معاهم وغادي يضرب واحد العود في العين الثانيه ديال الثعبان. وفي ديك اللحظه هيو قدر يطيح الجدر الكبير على الثعبان. وفي نفس الوقت القبطان كان كيحاول يساعد البنات باش يخرجوا، وفي الاخير غادي يقدر يخرجهم. ومع الاسف القبطان التعابين الصغار سالاو معاه، وموراها المجموعه بغاو يهربوا من هاد البلاصه. وهيو قال لهم باللي مستحيل يهربوا من الثعبان، وقال لهم باللي هو غادي يبقى تما ويحاول يعطلوا باش هما يهربوا. وهذا الشاب اللي سميتو جوفان قرر يبقى معاه، وجا الثعبان باش يهجم على هيو. وهيو كان شجاع بزاف وبدا كيحاول يقطع الجلد ديال الثعبان بهذيك الاداه اللي معاه، ولكن مع الاسف الجلد ديال الثعبان كان قاصح بزاف وما قدرش عليه. وجاتهم فكره يدخلوا للغابه ويستدرجوا هذا الثعبان ويشعلوا فيه العافيه داخل الغابه، ويستعملوا هذاك السائل الاسود اللي لقاوه كيخرج من الجذور ديال الاشجار. ولكن الثعبان كان ذكي وعرف الخطه ديالهم خلاهم ومشى. ومن جهه واحده اخرى هانك كيودع بنته وبغى يرجع يساعد الرجال اللي بقاو مع الثعبان. ونفس الفيلم غادي يتعاود من ثاني، والثعبان غادي يبان وغادي يسرط البنت المره الثانيه. وديك الساعه هانك غادي يتعصب وهجم على الثعبان وبدا كيحاول يضربه، ولكن الجلد ديال الثعبان بحال الحديد وما كيتاثرش حتى بشي حاجه. والثعبان قرب منه بزاف وكيستعد باش ياكله. وديك الساعات هيو جا وهاز في يدو العافيه باش يلفت الانتباه ديال الثعبان.
الثعبان. وفعلا الثعبان شافو وخلى هانك وغادي يتبع هيو وغادي يقدر يوصلو للسائل اللي كاين في الغابه. غير غادي يوصل ليه شعل فيه العافيه والثعبان كيغوت والجسم ديالو كامل شعله فيه العافيه. ورجع عند هانك ومات حداه. وملي مات الثعبان فتحوا له فمه ولقاو البنت مازال حيه وبداو كيحاولوا يعتقوها. وفعلا البنت فاقت في الاخر. وهكذا قدروا يساليو مع اخطر مخلوق في هذه البلاصه. والفيلم ديالنا سالا هنا. بغيت نشكر الدراري كاملين اللي تاقوا فيا واشتركوا معايا في هذه القناه الصغيره. كنتمنى في اقرب وقت نوصلوا ل 1000 ابوني. وتحياتي لكم واحد واحد.